طرد وترحيل المسؤول في منتخبنا الجزائري عن سرقة الكرات من ملعب مولاي الحسن في طائرة عاجلة إلى الجزائر، والله فضيحة وأصبحنا أضحوك أمام المغرب. حفيظ دراجي النمبر 1، النمبر 1 في التعليق، النمبر 1 في القصف، النمبر 1 في الضربات. خويا حفيظ دراجي عطاهم العصير، حفيظ دراجي عطاهم العصير. يعتبر حفيظ الدراجي مواجهة الجزائر ضد الكونغو الديمقراطية في كأس إفريقيا 2025 مؤامرة لإخراج الخضر من البطولة. سرقة كرة المباراة من أحد أعضاء الطاقم الفني للمنتخب الجزائري أثناء استراحة الشوط في مواجهة غينيا الاستوائية في المغرب. احتفالات لاعبي الجزائر في الملاهي الليلية بحفل رأس السنة. بدأت القصة عندما نشر الدراجي تدوينة أو تصريحاً أعرب فيه عن دهشته من وقوع الجزائر في مواجهة قوية مقابل استفادة متصدري مجموعات أخرى من مباريات تبدو أسهل من الناحية النظرية، وأشار إلى أن هذا الوضع غير مفهوم بالنظر إلى نظام البطولة المعتمد. اختتم الدراجي كلامه بعبارات فسرها البعض على أنها تلميح إلى وجود ترتيب أو نية غير بريئة وراء توزيع المباريات. هذه العبارات كانت الشرارة الأولى لانطلاق النقاش. رغم عدم استخدامه كلمة مؤامرة بشكل مباشر، فإن صيغته البلاغية أعطت انطباعاً بإيحاءات تتجاوز مجرد النقد الفني، خاصة حين تحدث عن غرابة الجدول والمفاجآت غير المبررة. هذا الأسلوب جعل كلامه يقرأ على أنه اتهام مبطن للجهات المنظمة ولو دون تصريح صريح. تداولت بعض المواقع الإلكترونية تقريراً مثيراً يزعم أن أحد أعضاء الطاقم الفني للمنتخب الجزائري تم تصويره وهو يأخذ كرة المباراة أثناء استراحة الشوط في مواجهة غينيا الاستوائية في المغرب، وأن التحقيقات أظهرت محاولة إنكار الواقعة قبل الاعتراف بها وتسليم الكرة بعد تدخل مسؤولين من الكاف. الكثير من المعلقين رأوا في هذا الحدث عنصراً رمزياً للجدل والمواقف الغريبة التي صاحبت مشاركة الجزائر، خاصة في السياق الحديث عن احترام القواعد. أثار انتشار مقاطع على منصات التواصل الاجتماعي مثل تيك توك ويوتيوب جدلاً واسعاً حول المنتخب الجزائري خلال مشاركته في كأس إفريقيا 2025 في المغرب، وتحديداً في فترة رأس السنة الميلادية 2026. أظهرت هذه المقاطع بعض اللاعبين في أماكن عامة أو خارج الفندق الذي يقيم فيه الفريق، ما دفع الكثير من المتابعين للتكهن بأن اللاعبين قد يكونون منشغلين بالاحتفالات بدل التركيز على البطولة. على الرغم من الانتشار الكبير، أكدت مصادر رسمية من إدارة المنتخب الجزائري أن المقاطع لم تلتقط أثناء البطولة أو تم اقتطاعها بطريقة مضللة، وقد تبين أن بعضها كان قديماً ولم يكن مرتبطاً بالمعسكر أو المباريات، احتفالات اجتماعية طبيعية مثل تجمعات عائلية أو بين أصدقاء، أو مقاطع تم تعديلها لإيحاء الانشغال بالمرح قبل المباراة. وبالتالي فإن ما أشيع على منصات التواصل لم يكن دليلاً على أي انضباط مهني مفقود من اللاعبين.